السلام عليكم. ومعانا النهاردة حلقة معشوقة الجماهير، ألا وهي حلقة بداية من الصفر في لعبة اي فوتبول 2026. السلسلة دي إن شاء الله هتكون مكملة معانا بدعمكم. طيب إيه المطلوب مننا في الحساب ده؟ المطلوب مننا صاحبي نخلي الحساب من الشكل ده للشكل ده. هنلعب كل الإيفنتات وهنفتح باكيجات وهنخلي التشكيلة قوية جدا جدا. وفي حاجة مهمة جدا جدا هقولها لكم في نص الفيديو إن شاء الله. وما تنساش أهم حاجة إنك تصلي على النبي، تصلي على النبي أهم حاجة. ويلا بينا على الفيديو ومشاهدة ممتعة. ومعانا في بداية الفيديو يا شباب هنحدد طبعا اللغة طبعا هنخليها العربية، يعني احنا ما بنعرفش غير اللغة العربية طبعا. وبعد كده البلد او المنطقة طبعا هنحدد دولة مصر، ولا هنحدد يابان ولا اي حاجة، احنا مصريين هنحدد مصريين. وبسم الله الرحمن الرحيم، بداية جديدة في لعبة اي فوتبول 2026 وبداية موفقة، وان شاء الله هنخلي الحساب قوي جدا جدا. طبعا هنحدد دلوقتي الاسم، هنغير كده اللغة نخليها اللغة الانجليزية ونكتب المايسترو طبعا على اسم القناة، نعمل شرطة كده ونعمل حرف الايه، وان شاء الله باذن الله ما يكونش الاسم حد مستعمله قبل كده. بسم الله الحمد لله، الاسم محدش مستخدمه يا شباب، واللعبه هي بتدخل معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، لايك كده واشتراك على القناه، وهننزل كده اخر حدث في اللعبه اللي هو 42 ميجا، مش مهم، اهم حاجه نبدا اللعبه دي على نظافه. عايزين كده حساب من الصفر يكون ايه قوي جدا. وبسم الله الرحمن الرحيم، دي اول مباراه في اللعبه، طبعا هنعمل لها كده تخطي وهنروح الى ضربه جزاء ليونيل ميسي. طبعا كله يراقب، والجماهير واللعيبه والمدير الفني كله على اعصابه. وميسي هيعمل لها ايه، ميسي هيعمل لها ايه، ميسي جول. اللعبه طبعا فيها لاج، بدايه مبشره جدا، ودي اول بطوله معانا يا شباب ناخدها مجانا، ناخدها بسبب ضربه جزاء بس، يعني ما عملناش حاجه، ما لعبناش ولا اي حاجه، خدناها عشان ضربه الجزاء. طبعا دلوقتي هنحدد الفريق بتاعنا، طبعا مش هنختار مانشستر يونايتد، هنروح كده على اوروبا، الدوري الفرنسي هنروح على استاد بروج، مش عارف اسمها ايه بالظبط. طيب ليه اخترت النادي ده؟ اخترت النادي ده علشان الطقم بتاعه يشبه طقم النادي الاهلي بالظبط كده، هنكتب إيه الاهلي، وهنحدد كده الاختصار برضه هنعملها ايه مثلا واي. طيب يا شباب بعد كده ما حددنا الاسم والنادي وكل حاجه، هندوس كده التالي وندخل على اللعبه، وهنبدا نستلم اول هدايا معانا طبعا جي بي، وبدايه غير مبشره خالص. وهنا يا جماعه الخير هنستلم انزو فرنانديز، فان دايك، وكيليان مبابي، وهنا نستلم شويه جي بي، ومعانا هنا هدايا، ومعانا 50 كوينز، رائع جدا جدا. وعملنا الخطوه الاولى، فاضل الخطوه الثانيه، مش عارف ايه الخطوه دي الصراحه، بس هنعمل زي ما بيقولوا لنا بالظبط. وهنا هنستلم ليونيل ميسي، بس قبل ما نفتح على ليونيل ميسي هنروح طبعا نتفرج كده على الباكيجات، ومعانا الباكيج الخرافي ده طبعا هنفتح عليه في عمر مرموش، وفي بيدري، وفي فيدريكو فالفيردي، وفي مدافع بروسيا دورتموند ده لاعب جامد جدا. طبعا يا جماعه الخير تعالوا كده نبص كده على طاقات عمر مرموش، بيلعب في مركز الهجوم والجناح، طاقته متوسطه يعني كويس، والسرعه حلوه 90، لسه لما يدخل التشكيله هيبقى قوي جدا. والمهارات اللي عنده دبل تاتش، عنده مهارات كويسه جدا. النسخه دي يا شباب هتكون جامده جامده جامده، والنسخه دي من بدري بيلعب جناح وبيلعب خط نص، والاستحواذ عنده عالي، تمريرات، سرعه كويسه، يعني كل حاجه عنده بدري. وطبعا حبيب الملايين فيدريكو فالفيردي بيلعب في الجناح اليمين كله، بيلعب باك رايت، خط نص، وجناح، كل حاجه. اهم حاجه فالفيردي التسديد. يا شباب هنفتح كده حوالي 3 فتحات كده على الباكج ده. ازاي الكلام ده؟ طبعا خليك في الفيديو وانت هتشوف بعينك، لسه يعني معانا مهمات كتير، هناخد عليها كوينز وهناخد عليها هدايا. والباكج الاسطوري ده برضه هنفتح عليه فتحه او فتحتين، عايزين بس ويليام صليبه ولامين يامال او ايكي تيكي، يعني اي حد من الثلاثه اللي قدام دول. وفي باكج عقود الترشيح الجامد ده طبعا منزلين اراوخو مهاجم، هناخد منه برضه لاعب يعني سوبوسلاي او اي حد كده. هنفتح كده فتحه على ليونيل ميسي، طبعا هنكسب ليونيل ميسي وهنحطه في التشكيله طبعا، وهيزود معنا الريتنج. واول لاعب يدخل التشكيله الاسطوره ليونيل ميسي. مين ده؟ دوناروما ده ولا ايه؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، يعني هناخد ميسي ولا لا؟ دوناروما يا كونامي ده ازاي؟ لا هو ميسي، وكونامي بتخدع الجميع وتحط لنا دوناروما في الاول، يعني انا افتكر هناخد دوناروما. طيب يا كونامي، طيب ماشي انا موافق على المقلب يا عم، وانت برضه دوناروما ما تزعلش، يعني هتدخل برضه التشكيله، لسه احنا في بدايه المشوار. وفي فالفيردي، في كايسيدو، في اكانجي، في جوليان، مين ده مش عارف كده. احنا فتحنا على ليونيل ميسي، عملنا الخطوه الثالثه. ازاي؟ طيب يا جماعه الخير كده احنا هنطلع بره، هندوس العوده كده وهنروح على فريقي، وهنحط ليونيل ميسي في التشكيله، هيكون اول لاعب معانا يدخل التشكيله وينورنا ليونيل ميسي الاسطوره. انا ليه كده حاسس نفسي بقيت المعلق محمد علي؟ يلا مش مهم، هنتطور كده ونبقى عصام الشوالي ان شاء الله. طيب يا جماعه الخير ودلوقتي هنروح نعمل اهم حاجه، اهم حاجه هي المهمات. احنا كده هناخد هدايا من المهمات، هناخد الكسندر ارنولد، هناخد كوينزات كتير، وهناخد حاجات كتيره يعني. هنعمل كده اللوحه الافتراضيه، وهنخش على اول مهمه معانا، بيقول لي مرر على الجانب الايسر وسدد. طبعا احنا هنعمل تخطي لكل الحاجات دي. هناخد دلوقتي الكسندر ارنولد، هنعمل المهمه دي برضو، وهنعمل لها تخطي ولا لا؟ لا هنلعبها، عايزني اقطع الكوره يعني منه. كده قطعنا الكوره وكده خلصت المهمه معانا. كوينزات، ومعانا عقود ترشيح 4 نجوم، وعقود ترشيح 5 نجوم،
ومعانا برضو كوينزات تاني، ومعانا لعيبه، لا فيش لعيبه، في غير الكسندر ارنولد. تمام. بس قبل ما اخش اعمل مهمات هروح كده على الرسوم، هقلل الرسوم بتاعت الجوده عشان ايه اللعبه تكون اكتر سلاسه وتكون اكتر يعني حظا في افتتاح الباكجات. لما تقلل الجوده كده بيعطيك احسن لعيبه. هنروح يا جماعه الخير على صندوق الهدايا، هنستلم الكسندر ارنولد وهنستلم جي بي. مفيش كوينزات طبعا لسه. هنخلص كل المهمات كده وهنروح على محاوله يوميه اللي هي ركله الجزاء. هنلعب ركله الجزاء، هناخد منها ايدن هازارد برضو، يعني حاجه كويسه جدا. طيب يا جماعه الخير هنلعب كده ضربه الجزاء، واعمل لكم كنت فيديو ازاي تسدد ركله الجزاء في الذكاء الاصطناعي برضو. ومعنا ضربه الجزاء الاولى في اول مره نلعب اللعبه، جول. مش اول مره نلعب اللعبه يعني، بس ده حساب من الصفر، فعايزين نحسسكم انه ايه اول مره نلعب اللعبه. وهنستلم هنا هدايا كتير، واول هديه جامده هناخد ايدن هازارد. هازارد بحبه جدا، والنسخه دي حلوه على فكره يعني مش وحشه. ومعانا هدايا كتير في الدي اللي جيم، ومعانا ريكارد، ومعانا الواد الياباني ده، ومعانا خط النص الجامد ده، خط نص جامد صراحه، ومعانا ديزري دوي. هنروح كده نستلم الهدايا، هنستلم كامافينجا، وهنستلم هاري كين، وهنستلم بطاقات تدريب كتيره جدا جدا. انا اسف طبعا يا جماعه الخير، سامحوني يعني. اسف على ايه؟ طبعا اسف على جوده الصوت كده يعني فيه شويه حاجات يعني مش كويس يعني، بس مع الوقت ان شاء الله هحاول اطور من كل الحاجات دي. فانا عايز كده لايك منك يدعمني ويحفزني، وكومنت حلو اكتب فيه اي حاجه اي حاجه. الكومنت بتاعك واللايك بيخلي الفيديو ينتشر. يا جماعه الخير كل حلمي هو اليوتيوب وصناعه المحتوى طبعا، فانت ممكن تحول حلمي ده الحقيقه لو عملت لايك وكومنت حلو واشتراك وفعلت جرس التنبيهات. وعايزك كده يعني تعرفني وتحبني من قلبك يعني، مش تمثيل يعني، عايزك تحبني من قلبك. وايه لايك كده منك وكومنت. وفي ايه قران برضو بتقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. صدق الله العظيم. انا يا جماعه الخير عامل وبعمل، وان شاء الله ربنا يجعلكم سبب ليا اني احقق حلمي. بس كده ده اللي كنت عايز اقوله لكم في نص الفيديو، ويلا بينا نكمل باقي الفيديو. يا شباب دلوقتي هنستلم كامافينجا، وهنستلم هاري كين، وهنستلم شويه كده حاجات حلوين وجي بي على بطاقه تدريب وحاجات يعني كويسه جدا هتفيدنا في التشكيله. وهنا معانا جفارديول، ومعانا 50 كوينز، ومعانا شويه جي بي خير. ودلوقتي هنروح نخلص باقي المهمات اللي رحنا لها الاول ما خلصناهاش، هنعملها كده تخطي، مش تخطي يعني، هنعمل لها قط كده في المونتاج. طيب يا جماعه الخير ودلوقتي خلصنا كل المهمات اللي معانا، وخدنا 50 كوينز، وخدنا الهدايا الجامده. تعالوا معايا كده يا شباب ندوها بصة على اللاعب اللي في البوينتات. معانا جاكبو، لعيب جامد. ومعانا اللاعب اوريرزبال مش عارف اسمه ايه، ومعانا اللاعب ده برضه يعني. معانا تفتيحات جامده، ومعانا باكيجات نجوم اسبوع طرش، ومعانا 50 كوينز، معانا عقود ترشيح، معانا هدايا جامده جدا. هنستلم طبعا كل الهدايا دي، وبيجي معانا 100 كوينز، ومعانا 30,000 جي بي، ومعانا المدرب اللي ملوش لازمه ده هنغيره ان شاء الله في المستقبل. بصوا يا شباب دلوقتي التفتيح معانا هيبقى اول ما اجمع 100 مثلا كوينز هفتح على طول 100 كوينز، افتح على طول على الباكج، مش هنستنى يعني ونفتحهم كده على بعض. دلوقتي هنروح نفتح على باكج عمر مرموش، هنعمل كده الثغره اللي ما عارفينهاش ايه هي، بس هنفتح عليه ان شاء الله، وان شاء الله كده مرموش يجي لنا من اول فتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، او بدري يعني عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. يرزع ال100 كوينز. مين ده؟ يشبع عمر مرموش، سي اف مانشستر سيتي. عمر مرموش بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه مبشره خالص. بالراحه كده وتعالوا معانا نحطه في التشكيله. يا سلام على البطاقه الرائعه عمر مرموش. لا الحظ كده جامد من اوله يعني. عمر مرموش 97 هينزل التشكيله هيبقى 97 برضه لسه يعني، لما نجيب مدرب هيقف في التشكيله. طيب خرجنا مكانه هاري كين، وهنروح نبص كده على طاقاته بعد ما خش التشكيله. طاقاته جامده، وعي 86، انهاء هجمه 87، مهاره تسديد ركله 84، حناء 84، عنده ارتو برضه. وتعالوا نبص على اهم حاجه اللي هي سرعه 90، وتسارع برضه 90. يعني لسه لما يدخل التشكيله هيبقى قوي. يدخل تشكيلتي اقصد يعني لما نجيب مدرب. اعذرونا طبعا يا جماعه الخير يعني لسه جديد على اليوتيوب. وهنروح دلوقتي نلعب كل المهمات دي. هناخد فتحه مجانيه على نجوم الاسبوع، هناخد بعقد ترشيح 5 نجوم، هناخد 50 كوينز تاني برضو، غير ال 100 كوينز اللي في المهمات بتاعه الوضع التنافسي. طبعا يا جماعه الخير هنلعب المهمه بتاعه الهديه المجانيه، وهنرجع لكم تاني. بسم الله. رجعنا من قبل ما نقول بسم الله يعني، رجعنا عملنا القط في المنتج طبعا. وده شكل ال 100 كوينز معانا في الوضع التنافسي. معانا 100 كوينز لسه هنلعبها وهنرجع لكم برضو، بس اول حاجه هنفتح الفتحه المجانيه. وخدنا كده شويه 10 جي بي على 50 على 50 برضو على لاعب مين ده صدقني ما اعرف مين. ماكاليستر صح، كسبنا ماكاليستر طبعا تقريبا من تاني ماتش يعني. ده حظ جامد جدا. انا اتوقع ان الحظ النهارده هيبقى كويس جدا معانا. طيب يا جماعه الخير بعد ما استلمنا ماكاليستر هنستلم كل الهدايا دي، وهنستلم الهديه دي برضو طبعا يعني 30,000 جي بي، مش هتعمل لنا اي حاجه.
170 كوينز، بيجي معانا 170 كوينز. هننزل ماكاليستر بدل مثلا كايسيدو. طيب وانا شكل التشكيله كده مش عاجبني، هنغير كده التشكيله، خليناها بالشكل الرائع ده. والتشكيله بقت كويسه جدا معانا. محتاجين مدافعين ومحتاجين خط وسط ومحتاجين ار بي وحارس وكل حاجه. هنفتح برضو الفتحه المجانيه على عمر مرموش تاني. يعني انا كسبت عمر مرموش، انا دلوقتي محتاج بدري هموت عليه الصراحه، هموت على بدري. وجالنا بدري يا جماعه الخير من الفتحه التانيه، لا ده كده يبقى هكر. طيب يا شباب دلوقتي هنعمل الثغره اللي مش عارفين ايه هي بالظبط. هنعمل كده شويه حاجات على لخبطه على يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الصراحه لو جا بدري همسح اللعبه خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 95 الريتنج، 95 اي ام اف صانع اللعب. ومعانا اللاعب كين يلدز، لاعب جامد. اللاعب ده بيعمل ارتو يا جماعه في الملعب، يعني اسطوري صراحه. اللاعب ده بحبه، فانا مش زعلان صراحه انه جه اللاعب ده. هخليه صانع لعب كده. دخلوا كده في التشكيله. الريتنج بتاعه 97، ليه كله 97؟ يعني تقريبا هو بيوصل ل 101 مع اي مدرب. طيب يا شباب هننزله بدل فالفيردي وهنحطه كده صانع لعب بدل ماكاليستر. وماكاليستر هيبقى خط نص. طيب عشان يبقى ظبطنا كل المراكز، ناقصنا خط نص وناقصنا مدافعين وناقصنا حارس مرمى. طيب يا جماعه الخير دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي هنطلع من التشكيله خالص وهنروح على فريقي وهنروح على قائمه اللاعبين المميزين. طيب دلوقتي احنا معانا اللاعب ده، ركزت على اللاعب ده عشان انا عايز مدافع صراحة، وعايز ويليام صليبة. اكتر حاجة عايز ويليام صليبة صراحة. لو جاني ويليام صليبة انا همسح اللعبة، صح مش بكذب يعني، همسح اللعبة. فانا مش عايزك تيجي يا ويليام صليبة، عشان انا لو جيت كل شغلي ده هيبوظ يعني. مش عايزك تيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنعمل الثغرة اللي ملهاش اي لازمة، وهنفتح على باكج ويليام صليبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تيجي يا ويليام صليبة. بسم الله. مين اللاعب القصير ده؟ 97 ارض. لامين يامال، لامين يامال، لامين يامال. بس الله الرحمن الرحيم. يا جدعان الحساب ده جامد صراحة. الحساب ده فيه كمية حظ مش معقولة. يعني ازاي مفيش لاعب ضعيف جالي لحد دلوقتي؟ يعني مش بحسد نفسي، بس لاعب يعني جامد. انا كنت عايزه هو ويليام صليبة، بس مش عايز اتكلم عليه عشان يجي. دخلوا كده في التشكيلة. الريتنج بتاعه برضه 97، يعني تقريبا بيوصل ل 102 انه بوسطة. طيب يعني هننزله مكان ميسي. طبعا هننزله مكان ميسي. هنخلي ميسي صانع العاب وهنخلي كين يلدز خط نص. طب يعني هنغير كده في التشكيل شوية وهرجع لكم مرة تانية. خلاص كده التشكيل تمام. بيجي معانا صانعين العاب ليونيل ميسي وكين يلدز وماكاليستر خليته خط نص، او ثانية واحدة نخليه ارتكاز افضل حاجة. نخلي ماكاليستر خط نص ارتكاز. طيب يا شباب قبل ما نروح نفتح تاني على الباكيجات، هنروح نزود طاقات اللاعبين. هنعلي الريتنج بتاع ماكاليستر يبقى كده 98. لا جامد صراحة، ده تقريبا ممكن يوصل ل 103 مع المدرب ده. لا جامد. طيب هنزوده كده بوستر، هيزيد ولا حاجة؟ دقيقة نشوف بس. لا ما زادش، 98 زي ما هو، لأن البوستر مش على حسب شخصيته. طيب خلصنا من ماكاليستر، هنروح نزود طاقات ليونيل ميسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ميسي تقريبا بيوصل ل 101، حاليا وصل ل 99. لسه مع مدرب ممكن يبقى 101 أو 102. طيب يا جماعة الخير احنا دلوقتي محتاجين حارس مرمى وقلبين دفاع. بس قبل ما نروح نفتح باكجات هنروح نبص كده على طاقات أليكسيس ماكاليستر. صلى على النبي يا صاحبي انت بتتفرج. وطاقات ماكاليستر تمريرات حلوة كويسة جدا، ووعي دفاعي قوي جدا. لا في الدفاع جامد الصراحة. والسرعة متوسطة. عنده قوة تحمل 91، لا جامدة. وعنده تقريبا يعني جميع المهارات. نسخة جامدة جدا من ماكاليستر. معانا كده كام لاعب شوطين؟ معانا لاعبين ليونيل ميسي وماكاليستر شوطين. كين يلدز يعني طاقته متوسطة، بس عنده في كل حاجة ريتنج عالي. سرعة 87، يعني لاعب جامد. خط نص ينفع لصانع العاب، متميز جدا. واللاعب ده بحبه جدا زي ما قلت لكم. اسلوب اللعب كده نخليها هجمه مرتده. بس احنا معانا مدرب فاشل جدا، يعني ما ينفعش اصلا يدرب الاهلي. احترام للنادي الاهلي، يعني انا اهلاوي طبعا. عايزكم شباب تكتبوا لي في الكومنتات اجيب مين في المدربين دول. معانا بيكن باور، مدرب جامد الصراحه، بس انا ما بحبش الاسلوب ده. بحب الاسلوب الهجمه المرتده. في يورجن كلوب. في معانا مدرب بروسيا دورتموند ده معاه لعيبه برضه. وفي معانا برضه المدرب تشافي الونسو، بيقولوا انه ضعيف قوي في الدفاع. فانتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات اجيب مين الفيديو اللي جاي، عشان ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هنجيب مدرب وهنجيب، عايزين نجيب حزمه من دول. صلى على النبي يا صاحبي ويلا نروح على باقي عقود الترشيح. بصوا معايا يا جماعه الخير. دلوقتي انا معايا عقد ترشيح واحد ومعايا باكج سوبوسلاي. انا الصراحه بحب سوبوسلاي واللاعب سريع وبيلعب باكراي. انا كنت عايز اجيب اراوخو بس بيلعب هجوم وبيلعب مدافع برضه، بس ما احبش النسخه اللي تكون بالشكل ده. فخلاص انا كده قررت هجيب اللاعب دومونيك سوبوسلاي. ومرحبا بك الى نادي الاهلي. ايه نادي الاهلي؟ لا مش مهم. اصلا يا جماعه الخير بحب سلسله
سلسله المدرب وانا افتكرت نفسي بدرب النادي الاهلي، ام سوري يعني، سامحوني يعني. انتوا تحت في التعليقات برضو لو عايزين سلسله المدرب برضو انزل لكم عادي، اي حاجه انتوا عايزينها انزلها لكم. عارف الواحد بيتكلم كده ليه، ايه انزلها لكم دي، بس مش مشكله. جبنا الحارس ده بديل لدوناروما، يعني هيكون كده احتياطي لحد ما نجيب حارس قوي جدا جدا جدا. هنروح كده على التشكيله يا جدعان، ودلوقتي احنا هنبقى في حيره خالص. يعني سوبوسلاي مثلا هننزله بدل لاعب عادي، طيب هننزله بدل ارنولد، ننزله بدل ارنولد. زودنا الريتنج بتاعه بيجي 94 ودورناه، والسرعه 92، تسارع 83، قوه في الركله 94، يا عفو الله الرحيم، دوران، وعنده مهارات كويسه جدا. طب يا جماعه الخير تشكيلتنا بقت قويه خالص، ودلوقتي معانا معانا هنلعب في الديفيجن العاشر ازاي. طب يا جماعه الخير يعني سامحوني، حدث خلل كده قصير في التصوير، مش هقدر اكمل باقي الحلقه. كانت الحلقه تقريبا يعني بتوصل ل 18 دقيقه او 19 دقيقه، مش فاكر صراحه، بس ان شاء الله اعوضكم كده في الفيديوهات اللي جايه. وبس كده يعني وصلنا لحد نهايه الفيديو. ما تنساش اول حاجه واهم حاجه انك تصلي على النبي في التعليقات، وصلي على النبي في سرك عادي مش مشكله. وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا شباب، بحبكم من كل معامع قلبي، اشوفكم على خير، سلام. عمر مرموش جول، خلاص سلام.